مدد يا مولانا يا حسين. شوف هقول لك حاجة، اللي يقول لك المدد من الله بلا واسطة يبقى غبي لم يقرأ القرآن. لأن ربنا بيقول إيه؟ يمددكم بإيه؟ ب5000 من الملائكة. مش كده؟ يبقى المدد تملي بالواسطة. ربنا أما بيمدك بمال بيمدك بمين؟ بمن يعطيك المال أو يوفر لك وظيفة تاخد منها راتب فيعطيك المال. اللي وفر لك الوظيفة ده هو اللي رزقك ولا سبب؟ سبب. يبقى ربنا بيسبب الأسباب في الإمداد. كويس؟ وربنا إيه؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء إيه؟ قال من ربك ولا من عطاء ربك؟ يا وهابي. قال بالواسطة بواسطة العطاء يا وهابي، مش من الله مباشرة، لأننا لا نتحمل أن نستمد منه مباشرة. يبقى قال من عطاء ربك. افهم يا وهابي. وعلشان كده لما بنقول ايه، لما تروح لابوك تقول له مدد يابا، يعني معناه مفلس وعايز فلوس. مش كده برضه؟ يعني اما تروح لايه، لدكتور تقول له مدد يا دكتور، يعني عندك مرض مهلك وتعبان قوي وعايز الدكتور يكشف عليك وايه، يبقى انت ايه، بتستعين بغيرك لتحصيل ايه، نفع ربك. فالنفع هو الله، ولكن بالوسائط في عالم الحكمة. عالم الحكمة كده اقتضت حكمته في عالم الدنيا أن تتنقب قدرة الله في الوسائط، حتى لا يرى القدرة إلا المؤمن بالغيب. لكن الكافر واقف مع الواسطة يفتكرها هي اللي فعله. يعني الكافر فاكر ان الدواء هو اللي يشفي، فياخد الدواء على انه هو اللي بيشفي، لانه محجوب بايه، بالسبب. لكن المؤمن ياخد الدواء ويقول بسم الله اللهم اشفي، يبقى لانه شايف ان الشفاء نقبه الله في الدواء، والشفاء بيد الله مش في الدواء. فالدواء ده تعاطيه عبودية، والشفاء من الله ربوبية. فقمت بحق العبودية يا مؤمن وبحق الربوبية يا مؤمن. انما الكافر ما قامش الا بحق ايه، العبودية، محجوب لا يرى الا بعين واحدة. لكن احنا شايفين السبب وشايفين مين، المسبب. فلا السبب حجبنا عن المسبب، ولا المسبب علمنا به منعنا أن نتسبب لبيان افتقار العبودية. هو النبي مش كان يقول أبيت عند ربي يطعمني ويسقين؟ يعني كان ممكن يقعد طول عمره ما ياكلش، صح ولا لا؟ لكن كان النبي يقول ايه، آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. ليه؟ لأن النبي عبد ورسول، إذا تحقق بالرسالة والنبوة فصارت القيومية قائمة فيه، فلا يحتاج لطعام ولا شراب. وإذا تحقق بالعبودية شعر بالحاجة فربط الحجر على بطني من شدة الجوع. يبقى النبي كان متقلب بين ربوبية وعبودية. فهمت بقى ازاي؟ عينين، عين على العبد وعين على الرب. فهمت يا أستاذ؟ إنما احنا مش دجالين بعين واحدة يعور. الوهابي أعور. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده احنا بنقول ان مذهب الوهابية ده مذهب دجالي، دجاجلة، لانه انكروا الوسائط. ومن ينكر الواسطة ينكر الرسالة، ومن انكر الرسالة انكر الوحي. فجبريل واسطة الوحي، والنبي واسطة من الله الى خلقه. فمن انكر الواسطة يقول لك احنا مش عايزين واسطة، يبقى انكر النبوات وانكر جبريل والملائكة والوحي. واللي قال كده يبقى مين؟ يبقى أشد من إبليس، كفر أشد من إبليس. ده إبليس ما خطرش بباله ينكر الواسطة. إبليس نفسه ما جاتش بباله، عشان تعرف إن أبالسة الإنس أشد، بيعلموا أبالسة الجن.